أعزائنا المشاهدين، النهارده احتفالية كبيرة لأهل أكتوبر. أهل أكتوبر 52 سنة وهم لسه عايشين في سنة غريبة ما بين الدنيا والعالم. بطل أبطال أكتوبر حماسه وقوته وحب البلد وصبر بيه صبر معايا شخصية المزاجية الجميلة ممثلة مصر. انت النهارده بتكرم اي مكان بتروحه في الدنيا يكرموك وبيحبوك لان فعلا سببت قوة حيوية عن الناس وجدارة. وحسيت الناس كمان ان المصريين لا يقهروا، المصريين قوة الناعمة في الوطن والعالم كله، ان المصريين الحضارة والتاريخ خير أجمل ايه النهارده احنا في حرب شبه الحرب برضه حرب الوقت داخلية، انما الحرب بتاعتنا كانت حرب عالمية. والله وانا سعيد ان انا سعيد ويوم جميل ولقاء جميل جدا ان احنا نتقابل بالناس الجميله ديت والمقاتلين دول والناس المحترمين دول هم فعلا هم ابطال حقيقيين. عندنا اصغر عسكري اكبر منهم كان موجود معانا دلوقتي، وانا سعيد ان انا في وسطهم اصلا، سعيد ان أو كل شهر يتجمعوا وكلهم حافظين بعض بالاسم، حافظين بعض بالإشارة، ولما بيجي نداء لواحد فيهم بيلبوه كلهم. فعلا هي دي الحاجة النقطة اللي موجودة فينا حلوة، إن أي حاجة تخص مثلا سواء في الحرب أي صيغة تجمعنا في حب مصر إحنا متواجدين ونبلغ بعضنا بكذا بكذا وكذا. كلهم ما شاء الله عليهم يعني ربنا يديهم الصحة، يعني يقدروا إن هم يتجاوبوا مع كل النقاط والحاجات. كل الناس كلها بتحبهم ومعروفين بالاسم، يعني إن إحنا معانا أبطال مصر. ودي الميزة في مصر إن كل أبطالها روح وقلب ونبض ومشاعر واحدة وبيتحدوا في أي مكان في أي وقت في أي زمان. يعني إحنا بقالنا 52 سنة وكأن بقالنا ساعة واحدة. موجودين مع بعض ودايما مع بعض كده، كل سنة وهم طيبين وكل سنة حضرتك طيب. مصر منورة بحرب أكتوبر اللي هم فعلا ضحوا احنا اللي نقول لهم جامد كمان واحدة ليكوا الجدارة وليكوا المكان الكبير داخلنا. ايوه على طول. ربنا يبارك لك والله، انا سعيدة ساعة ما شفتك وبقيت عاجبني. ربنا يعيشك على راسي والله، ربنا يعيشك.